هتكلم معاكم عن سمعان القيرواني. سمعان القيرواني محدش بيتكلم عنه لأنه اتحط في آية واحدة، ودي حاجة تشجعك وتشجعك وتشجعني. سمعان القيرواني اتقال عنه كده: وسخروا له رجلا اسمه سمعان القيرواني. كلمة وسخروا يعني جابوا راجل ليسوع وحطوه في وضعية استعباد بلا أجر. فاللي أنا عايز أقوله ببساطة أن تسخر للمحبة، أن تستعبد للمحبة، إنك تضع نفسك في وضعية الحب. ده هياخدك لطريق الميراث، لأن كلمة سمعان القيرواني معناها الابن الذي يسمع ويرث. كلمة القيرواني يعني يرث، وكلمة سمعان يسمع. فالذي يسمع ويستعبد ويضع نفسه في وضعية الحب يرث. فالروح القدس عايز يوصله ليك وليك النهارده إنك كل ما بتضع نفسك في وضعية الحب، ده الطريق الوحيد اللي بياخدك للميراث. مكتوب كده في لوقا عن سمعان القيرواني إنه حمل الصليب خلف يسوع. سمعان أول واحد طبق الآية اللي بتقول: من أراد أن يتبعني ينكر نفسه ويحمل الصليب ويمشي وراءي ويتبعني. فالطريق الوحيد للميراث، ميراثك بقى لطلبة، لراحة، لأجواء مريحة، لحياة أفضل، لحياة ملقانة من سلام وراحة وفرح.